قومي فزي. ايه ده؟ قومي فزي كلميني هنا. في ايه يا يوسف؟ دلوقتي انا عايز افهم حاجه. انت متجوزه واحد بتحبيه عشان يقف جنبك ويحميكي، ولا متجوزه واحد تضحكي عليه؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ ضحكتي عليا. ضحكتي عليا لما قلت لي ان امك بتحبني ومقتنعه بيا، وضحكتي عليا في موضوع ابوكي، وضحكتي عليا في موضوع ان الشقه دي ملك وهي ايجار. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ ماما بتحبك، ايه الكلام الفارغ ده؟ وبتقول لكل الناس حتى الكلام ده من ورانا، وبابا انا قايله لك كل حاجه عنه اصلا. طب وموضوع الشقه اكتشفه كده بالصدفه؟ قابل الراجل صاحب البيت الاقيه بيكلمني في عقود وفي ايجار وفي فلوس وفي حاجات زي دي وانا مش فاهم حاجه. ايه متجوزه طرطور؟ لا طبعا الحكايه مش كده خالص، بس ده راجل مستغل. الشقه دي لو احنا سيبناها له ما تجيبش اقل من نص مليون جنيه، وهو عايز 50,000 جنيه ونمشي ازاي يعني؟ ولما الموضوع كده ما بتحكيليش ليه؟ ابدا والله ما جاتش مناسبه يعني، مش اكتر. الراجل ده انا اللي هتصرف معاه. ما دام البيت ده بقى ليه راجل يبقى هو اللي يتصرف في كل صغيره وكبيره. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه اعمل اللي انت عاوزه حبيبي، بس ما تضايقش نفسك عشان خاطري. عشان خاطري يا يوسف. احضر لك العشاء؟ طفحت. طب احضر لك اي حاجه تهدي بيها اعصابك؟ وانت شايف ان اعصابي مش هاديه يعني؟ لا انا اسفه. انا اسفه. داخلي. اسمعي يا نادين، انت دلوقتي مراتي، يعني ما ينفعش تكون في اي حاجه في الدنيا عنك انا ما اعرفهاش. ما تخبيش عليا حاجه. والله العظيم انا قلت لك كل حاجه، والله العظيم يا يوسف. انا اسفه، ما تزعلش مني. خلاص ما تزعلش بقى. هو دول الصف محدش فيهم يروح، عايزكم كلكم النهارده. حاضر. خد الشاي ده وهات الشاي اصطف. ماشي يا ريس. يلا. يا صاحبي، قالت لك ايه بقى لما قلت لها كده؟ والله دي ما استنيتش اسمع حاجه، نزلت على طول. دي ست غبيه. مش عارف يا اخي، الست دي وانت بتكلمني عنها بحس انها متورطه زيها زينا بالظبط، بس في ايه وازاي مش عارف. مين اللي متورط يا صاحبي؟ دي وزيره، يعني تحت ايديها يمين وشمال، تعرف تفك نفسها في اي لحظه. بالعكس يا صاحبي، اللي زي دول العين بتبقى عليهم، لو اتربطوا ما يعرفوش يفلفصوا ولو بالطبل البلدي، زي صاحبنا اللي مرضينا. شكله كلمك تاني. بعت لي السن، عايزنا في عمليه جديده. عمليه جديده تاني؟ اديته السكه طبعا. طبعا يا معلم. يلا مع نفسه. مش عارف يا مين. لازم نأمن نفسنا اليومين اللي جايين دول، محدش عارف الدنيا فيها ايه. متقلقش يا صاحبي، سيبها على الله، خير ان شاء الله. ايه بتكلم يوسف ولا اه اكلمه بقى، مره ما يردش ومره تليفونه مقفول، زهقت يا اخي منه. مش عارف يا اخي، الواد ده مش مظبوط اليومين دول من ساعه الجوازه بتاعت الزمالك دي. والله انا كمان حاسس كده، بس انا مستني نروق ونفضله ونزنقه ونشوف حكايته ايه. اما نشوف. يا فندم انا بقالي كتير جدا شغاله على الموضوع ده، والبنات واهاليهم موافقين على النشر، وجبت شهود وكل كلام موثق. ممكن اعرف حضرتك معترض على ايه؟ يا أمينة أنا كلامي واضح، التحقيق من حيث شكله الصحفي لا غبار عليه. يا استاذ ابو بكر، دي برامج التوك شو بقت اسخن من تحقيقات النيابه. كل واحد قاعد لي على كنبه بيته وعمل نفسه قاضي. تقصدي إيه؟ قصدي ان منع نشر مواضيع معينه والكلام ده خلاص كان ايام زمان. دلوقتي بقى كل ورقه كوتشينه مفروض على الترابيزه. ليه حضرتك عايز ترجعنا للايام دي تاني؟ انا اسفه يا استاذ ابو بكر، بس انا مصره على النشر. وأنا مش هقدر أقف قدام إصرارك. اتفضلي انشريه، بس مش هنا. وحشتني قوي. انت كنت فين كل ده؟ انا كلمتك كتير جدا وانت برضه ما بتردش، انا قلقت عليك. معلش يا بيه. في حاجه حصلت؟ في حاجه حصلت صح؟ لا ما حصلش حاجه. طب ما جيتش ليه؟ ما جيتش ليه؟ انا فضلت طول الليل مستنياك، كلمتك مليون مره وانت برضه ما بتردش، اكيد في حاجه حصلت. لا ما حصلش حاجه، زي ما بقول لك انا جيت امبارح فعلا وفضلت واقف تحت، ما قدرتش اطلع. يعني فكرت لحظه كده لو حطيت نفسي مكانك هبص لنفسي ازاي. يعني ايه؟ مش فاهم. لا انت فاهمه يا غاليه، بس عشان بتحبيني بتفوتي وبتسامحي وبتركزيش في الحاجات دي. ايه هي بقى الحاجات دي؟ كلام الناس اللي هتقول انها اتجوزت اللي بيشتغل عندها في البازار. انا بشتغل عندك، ومش بس كده، اتجوزتك بلوشي
وقاعد في بيتك كمان. إيه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ احنا من امتى بنركز في كلام الناس؟ يوسف، انت اكتر واحد علمتني مركزش مع الناس ولا افكر في اي حاجه هما بيقولوها. ما تجيش دلوقتي بعد ما ارتحت واتبسطت تعمل عكس اللي انت علمتهولي. الموقف اللي انا فيه ده صعب قوي يا غاليه. عشان كده انا خدت قرار، انا مش هنزل الشغل تاني، واول ما شقتي تجهز هننقل فيها فورا. انا مش هينفع اقعد معاكي هنا. غاليه انا بحبك، بس ده ما ينفعش يجي على كرامتي، ما ينفعش يتقال عليا جوز الست. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كل الكلام اللي انت بتقوله ده اصلا مش مظبوط. عارف ليه؟ عشان انا وانت خلاص بقينا واحد. كرامتي من كرامتك يا يوسف، وانا مستحيل اخلي حاجه زي دي تحصل، مستحيل. يعني انت تفتكر انا اخلي حاجه زي دي تحصل؟ بص بقى، احنا هنخش دلوقتي نتغدى، هتاخد الشاور بتاعك، وعشان خاطري بليز ما تبوظش اول يوم لينا مع بعض، بليز. حلو القمر اللي استحمى ده وبقى فله. سرحتك انا اعكشه تاني؟ نعكشه. اي شقاوه وخلاص. انت نعكشيه اي شقاوه. قمر. مين العسل ده يا بنتي يا موحة؟ ايه يا بت؟ ده اخرة صبري. ده رامي. مش فاكره رامي؟ هو ده يتنسي؟ رامي ابن اسمها ايه؟ ايوه غاليه. ده عسل قوي. طب ما تجيبيه نلعب بيه شويه. امشي يا بت ادخلي جوه. لعبت عليكي نفسك. قال نلعب بيه. قال ده حبيبي ده. وحبيب زوزو والرايق كمان. يا اختي حفظ الفاميليا كلها. بس يا بنت هتوسخي له ودانه. الواد حرام عليك انت ودانه نظيفه. ادخلي يا بت بالتوم اللي انت ماسكاه وخراس. ادخلي قول فاميليا يا واد. فمولي فاميليا. فمولي اهي باظت اهي. فاميليا. فمولي. هو انا قلت حاجه غلط لا سمح الله؟ بقول لك هلعب في البورصه. يا سلام، هتلعب في البورصه مره واحده يا سيكا؟ لا حول الله، انت مش عايزاني اشتغل؟ وهي دي شغلانه؟ مالها؟ ما كل رجال الاعمال ازاي بيشتغلوا في البورصه. وانت تعرف رجال الاعمال بيشتغلوا فيها ازاي؟ ولا انت اصلا عندك اي باك جراوند عن الموضوع؟ هو كل واحد بيطلع من بطن امه فاهم في كل حاجه؟ ما هو بيتعلم. وبعدين اهدي عليا بقى يا اروى. طيب خلينا نبقى متفقين انك انت ما بتفهمش فيها، وده معناه يا سيكا انك هتخسر كل فلوسك، لان حتى رجال الاعمال شخصيا بيخسروا كل فلوسهم فيها. انت ليه بتحبطيني كده؟ هو انت مستكتر تشتغل يا سيكا؟ ابدا، بس انت عارفه البلد ما فيهاش شغل، وحتى لو فيها شغل عاوزاني اشتغل مع حد وهي مستوره معايا، وبعدين ده يتنطط عليا وده يقول لي ما اعرفش ايه. على ايه كل ده؟ الشغل مش عيب ابدا، وانا قلت لك 200 مره انا مش هقدر ارتبط بواحد عاطل. تاني عاطل؟ انت هتجننيني. ديب الشاي يا حبيبي. ايه ده؟ انت سرحان في ايه هو؟ ها؟ مالك في ايه؟ طب ما يلا نلحق اللي اسمه ايه ده قبل ما يبرد. ايه يا عم؟ هو ايه ده اللي يبرد؟ الحب يا واد. يا عم على الحب. قولي لي يا اما، لما ابويا جه قدم لك زمان، لو كنت انت من دنيا غير دنيته خالص كنت هتعملي ايه؟ بسم الله الحفيظ. دنيا تانية غير دنيته يعني ايه يا واد؟ جنية يعني؟ جنية ايه يا اما؟ انا قصدي يعني مستوى تاني، بنت اكابر، فوق قوي يا اما. وهو انا اللي بنت كلب يا واد؟ يا اما ما اقصدش، لو انت كنت كده فعلا ايه اللي كان هيخليكي ترضي بيه؟ وهو كحيان ومقشفر يعني؟ بالظبط. القلب وما يريد يا حبيبي. بس النصيب يا ديبو اللي يخلي البنت من دول اول ما يجي عدالها تقول هو ده اللي هقضي حياتي معاه. طب والنصيب ده يا اما ما بيفرقش معاه الفلوس؟ خدوهم فقراء يرميهم الله، واللي ما معهوش النهارده يا ديبو ما تعرفش بكره ربنا رايد له ايه. اوعى يا حبيبي تحس انك قليل، ده انت راجل وجدع. لو بصيت حواليك اليومين دول تلاقي الجدعانه شحه، والبت الجورنالجيه دي شارياك. واوعى يا ديبو اللي يشتريك اوعى تفرط فيه ابدا، ده نمك وعارف. كده يا رامي تنزل من غير ما تقولي وكمان تلعب مع العيال اللي في الحته دول؟ اخصى عليك، ما تعملش كده. بص هدومك بقت عامله ازاي. كنت بلعب مع حمو. لا حمو ده عيل معفن، مش عايزه اسمعك بتقول اسمه تاني، واهله كمان معفنين. عيب يا بنت، ما تهزيش اهل حتتك قدام الغرب، ما يصحش كده. وبعدين انت عاوزه تحبسي الواد، ما تسيبيه يلعب مع العيال المعفنه عشان يتدردح ويبقى صايع. وبعدين هي مش دي الديمقراطيه اللي انتوا بتقولوا عليها؟ المعفن يلعب مع النظيف؟ يا اختي ما تحبكيهاش
تعرضيهاش بقى. اسمها ما تعرضيهاش زازا. اسم الله عليك، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فرحانه قوي بيه. اسكتي ياما، ما تقولش الكلام ده تاني، كده غلط يا حبيبي. مش عايزاك تلعب مع العيال دول تاني. وبعدين انت شكلك حلو وقمر، بتلعب مع دول ليه؟ لا ده انت بقى اللي ما تعرضيهاش. انت عارفه مين وهو صغير قده كده؟ هو كان معفن اسم الله عليه حرصه وصاينه. دلوقتي شوفي بقى ايه. يا سماح في ايه؟ شد على كده ليه؟ شد على الواد ده ايه؟ نازل يلعب مع العيال المعفنه اللي في الحته، عاجبك كده؟ طب ما بالراحه في ايه؟ يا رامي ما تنزلش تعمل العاب من غير ما تقول. سوري. اهو انا بقى مش عايزه اسمعك بتقول كلمه سوري دي تاني. يا بنتي سوري دي يعني اسف، ولا حاجه وحشه. ما انا عارفه ان سوري يعني اسف. ايه شايفني جاهله ولا ايه؟ انا مش عايزاه يقولها عمال على بطال. ماشي يا رامي، ما تنزلش بعد كده من غير ما تقول، ماشي؟ حاضر. شاطر. انت بتعملي ايه؟ هتنزل تاني؟ بتاعك ملزقه يا اخويا. انت متضايق مني؟ طب والنعم انا خايفه عليك انت يا قمر. ده انت تتخطف تحت. ده أيوة. كلهم معفنين ومقرفين. طب حتى ريحتهم وحش. حمو وحشه ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الاستاذ موسى الرايق؟ ايوه. انا سواق معالي الوزيره فريده الوكيل. خير. معالي الوزيره طالبه تقابلك دلوقتي، وانا جاي عشان خاطر اوصلك ليها. طيب ماشي، استني 10 دقايق انا هلبس واجي وراك. طب هستناك تحت في العربيه. اقعد اشرب شاي على القهوه، انا جاي وراك على طيب ماشي، هستناك تحت. ازيك يا رامي؟ لا انا جالي شغل مفاجئ بس كده في اسكندريه. لا مش هرجع النهارده، احتمال ابات. طيب حبيبتي خلي بالك من نفسك، لازم اروح بقى. باي باي. ايه؟ مش تقوم بقى تاخد شاور وتغير هدومك؟ على فكرة مش مصدق احنا خلاص اتجوزنا وبقينا مع بعض. ايه؟ يعني حاسس ان في حاجه كده لسه مش مخليانا مع بعض. تاني؟ هنتكلم في نفس الموضوع تاني؟ ممكن نقفل الموضوع ده دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. مش قصدي الموضوع ده يا غالي. ايه تاني؟ موضوع الاوتيل. ايه؟ غالية، أنا من أول مرة شفتك فيها وأنا قررت إنك تكوني بتاعتي، ملكي أنا مش ملك حد تاني. راقبتك ومشيت وراكي وكنت عامل زي ضلك، وعرفت بتقابلي مين وبتروحي فين. ولما عرفت موضوع الأوتيل ده كنت عايز اطلع الأوضة بنفسي واجيبك من شعرك واقول لك حرام اللي بتعمليه في نفسك وبتعمليه فيا ده، بس مرضتش لاني كنت عارف ان الموضوع ده مش هيجيب نتيجة معاكي. فبلغت البوليس وقلت لهم على كل حاجة. ايه؟ انت اللي بلغت البوليس يا يوسف؟ ايوه يا غالية، انا اللي بلغت البوليس. كان لازم القلم يبقى جامد على وشك عشان تحسي بيه، لاني لو كنت اتكلمت معاكي او حاولت اقنعك ما كانش هيبقى فيه فايدة. طب ازاي؟ ازاي تعمل فيها كده؟ أنا عملت كده علشان بحبك، علشان بحبك وخايف عليكي من نفسك. مش عارفة أقول لك إيه. أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه. مش قادرة أصدق إن أنت اللي عملت فيا كده.
ايوه يعني انا مش فاهم بصراحه الورق دوت اعمل بيه ايه. بص يا ابو حميد، احنا شباب زي بعض واكيد هنقدر بعض كويس. تمام. اللي حصل لك ده مش هيعدي بالساهل، واحنا لازم نجيب حقك. ايوه طب هتجيبوا حقي ازاي بقى ان شاء الله؟ الاستاذ مجدي صابرين المحامي هو اللي بعتني ليك. كل اللي هتعمله هو توكيل عام بالقضايا، واحنا هنحرك دعاوى قضائيه علشان نجيب لك تعويض مناسب. ده عينك اللي راحت يا بطل، مش اي حاجه. اتفضل يا ابو حميد. دي فلوس لزوم المصاريف، العيشه بقت صعبه. معلش اعذرني انا بستفهم منك يعني. اتفضل. دلوقتي الناس اللي مرفوع عليها القضيه ديت ممكن يكون ليهم ذنب في الموضوع وممكن ما يكونش ليهم ذنب في الموضوع. انا ما اعرفش، الله اعلم. الاستاذ مجدي صابرين الاستاذ مجدي بتاعكم صابرين دوت هيجيب لي عيني اللي راحت دي ازاي يعني؟ بص يا ابو حميد، انا لو وريتك عدد التوكيلات اللي معايا في الدوسيه ده مش هتصدق. كلهم شباب زي الفل زيك كده، ابطال اللي فقدوا عينيهم واتصابوا واتبهدلوا. ايوه يعني والاستاذ بتاعكم دوت بيعمل كل ده ليه يعني؟ لوجه الله، وهو عاوز ينظف البلد، عايز كل واحد في البلد دي ياخد حقه، عشان كده هو مرشح نفسه للرئاسه. رئاسه. طب مش تقول كده يا باشمهندس من الصبح؟ خد يا شوق. يا اسطى بقول لك ايه يا باشمهندس؟ اتفضل. ايه رايك في الفكره اللي انا هقولها لك دي؟ ما تيجي نعمل توكيل للاستاذ مجدي صابرين بتاعك دوت للعين التانيه اللي لسه ما راحتش، ها؟ وبالمره نمشي في الشوارع ونرفع صوره ونهتف باسمه ونقول بيب بيب صابرين، بيب بيب صابرين. بقول لك ايه يا كبير؟ خد لمة الورق اللي في ايدك ديت، وخد دول بالمره معاهم عشان ما انساش. شكرا. واتكل على الله. وقول للاستاذ مجدي بتاعك ان انا مش هتاجر بعيني. اللي حصل ده قضاء وقدر. وانا والحمد لله راضي ومش هتعجزني. عارف ليه؟ عشان اللي هيعجزنا هو انتوا. الناس اللي بتلغوص في دم الغلابه من تحت لتحت، ها؟ عشان كرسي ولا قرشين ولا يتنجموا على كتافنا. فكك من الجو ده. اتكل على الله. وقول للاستاذ صابرين ان احمد عينه راحت بس مش مكسوره. اللي تشوفه. يلا. ما تخلص يا ابني انت وانت بتحسس على المكنه. أنا ابتديت موظفة صغيرة في مكتب وكيل وزارة. كنت أول واحدة بروح شغلي وأول واحدة بروح. كان كل اللي يهمني إن أنا أخلص شغلي بدري عشان أروح أعمل أكل لجوزي. كان عندنا بيت حلو قوي، كنت سعيدة. تعرف كانت إيه أقصى طموحاتنا وقتها؟ إن إحنا نجيب عربية بالقسط ويكون عندنا شقة تمليك بدل الإيجار. يعني طموحات بسيطة ومشروعة لأي حد، لغاية ما حصلت أول صدمة في حياتي وناقص تجديد متاحف. كنت في لجنة فض المظاريف، قالوا يحطوها دي هبلة بتاعت بيتها وتروح بدري. وقتها اكتشفت العمولات والرشاوي. ما سكتش وهما كمان ما سكتوش، هددوني. ولما ما قدروش عليا وصلولي عن سكة جوزي اللي اكتشفت بعد كده ان هو واحد زيهم، نفس النوع. وطبعا ضغط عليك عشان تسمعي كلام، مش كده؟ كنت بحبه. سمعت كلامه ومشيت وراه لحد ما هو كمان باعني لواحد من الكبار. واحد طلبني الجواز منه ودفع لي مهري. بعد ما قبض مهري طلقني وهاجر برا مصر. كنت عايزني اعمل ايه وقتها؟ امثل دور البطولة والشرف، ولا اقلب عليهم الترابيزة واخليهم يندموا على اليوم اللي غيروني فيه؟ ساعتها ما بقتش افكر في اي حاجة غير مصلحتي، ومبقتش اسمع كلام حد، ومسكت كل المفاتيح في ايدي. تحولت من انسانة بسيطة جدا ومحدودة الطموح
لواحدة تانية خالص، طموحها ملوش آخر. تعرف كانوا بيسموني بدل فريدة الوكيل فريدة توكيل، اللي برضى عنه بمضيله. لغاية ما حصلت الثورة جالي مندوب من الوزارة عشان أسلم عهدتي. افتكرت إن هسمع الكلمة اللي كنت مستنياها من زمان. قصدك دلوقتي يعني؟ امال من اسبوع؟ ابدا، اصل هو كان دفع لي فلوس الكهرباء. هو يدفع لك فلوس الكهرباء بتاعي ايه؟ ما انا قلت للراجل بتاع الكهرباء لما تيجي لو ما لقيتنيش خد الفلوس من نحله او من ياسين. الناس لبعضيها يعني، ما جراش حاجه. قول لي يا حبيبي، اخبار مراتك ايه؟ مبسوط معاها؟ مفيش مرة بتبسط، كله نكد. هنام ساعة وصحيني. عندك حق، المكان بالنهار فعلا حلو قوي. يعني ده على حسب مودك. انا عارفه ان مودي بقاله يومين مجنون شويه. ستاند باي للمعارك. معارك ايه؟ رئيس جنان مش عايز ينشر موضوع مهم جدا، لكن خايف محرج، معرفش بقى عنده حساباته. بس اللي انا عارفاه بجد ان الحياه اللي احنا عايشينها دي اختيارات، ولازم تتحسن في الوقت الصح. طيب ما دام الحكايه كده يعني، عملت ايه يعني في الموضوع اللي اتكلمنا فيه؟ حسمتيه ازاي يعني؟ الموضوع اللي انت كلمت فيه، الكلام اللي انت قلته عن عيلتك وعيلتي ومعانا وضدنا والكلام ده كله ما يفرقش معايا. اللي يفرق معايا هو انت. تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين حياتي معاك وحياتي مع حد غيرك؟ مع حد تاني انا مش هبقى عايشه ايام بتاعتي وخلاص. معاك انت انا بعيش بجد يا ديب، ما هو ده اللي انا محتاجاه. أنا حكيت لك كتير عن حياتي وشغلي، وأعرف حاجات كتير عنك، بس عمرك ما قربتني منك وحكيت لي عن بيتك وعن علاقتك بمراتك. سماح. هي اسمها سماح؟ وبقول لها موح. سماح طبعا من طبعي، قرياني ومولفة عليا، زي ما تقولي كده مربيه على ايدي من صغرها، زي الوردة المفتاحة. بس اليومين دول بتدبل، يمكن بعد ما عرفت موضوع الخلفة حاطة في دماغي ان انا هسيبها وابعد عنها، واني مش طايق اعيش معاها. الكلام ده صحيح؟ خالص. طب ايه اللي مزعلك طالما مش هتسيبها؟ اللي مزعلني ان هي شايله هم على الفاضي، واللي مزعلني اكتر بقى ان هي اول مره تقراني غلط. لو هي شايفه ان انا هبعد عنها فعلا، يبقى بعد كل السنين والعشره دي ما عرفتنيش كويس. فهمتك، بس انت كمان لازم تفكر في ظروفها. فكرة الأطفال عند الأم تجاوزها أصعب بكتير. ماليش فرح ليه بقى ان شاء الله؟ واخدني من الشارع ومستعر مني؟ ولا بقى دي تعليمات الست هانم بنتك؟ يا روح قلبي يا حياتي اهدي بس، خلي ملهاش اي علاقه بالموضوع ده. بعدين انا عايز اقول لك على حاجه، هي ما اتجوزت يوسف ما عملوش فرح. ايوه ما تعملش فرح عشان دي متطلقه وده تاني بختها، انما انا بنت بنوت. الله، يعني لازم يتعمل لي فرح؟ وبعدين انت عارف المتطلقه لا ليها قايمه ولا ليها مؤخر، تعمل فرح ليه بقى؟ انا بس بوريكي. بتوريني ايه يا شيمي؟ بتوريني ايه؟ وانا قلت بقى انك هتدلعني وهتفرح بيا وهتعمل لي فرح في فندق 5 نجوم مصر كلها تتحكى عنه. بلا وكسه، يعني ينفع نبتدي حياتنا كده؟ يا حبيبتي يا روح قلبي فهميني بس، انا ما اقدرش اعمل فرح وانا في مركزي ده. الصحافه مش هتسيبني في حالي، ويحاولوا يبصوا على النائب بتاع مجلس الشعب ده اللي ساب البلد تضرب تقلب وراح يتجوز. دول ما بيصدقوا.
ماشي يا سيادة النائب. هل انت فاهمه كده ان انا هفوتها لك كده من غير ما اعوضك؟ تعوضني ازاي يعني؟ الفلوس اللي كنت هعمل بيها الفرح فتحت لك بيها حساب في البنك ب100,000 جنيه هديه اول سنه جواز. ايه رايك بقى بجوزك؟ بجد يا شيمي؟ بجد يا روح قلبي شيمي. والله مبسوطة. بس يعني أسألك سؤال، البنك بيدي 12% فايدة، أنت بقى هتديني كام فايدة على كل سنة؟ اللي انت عايزاه يا روح قلبي. بس يلا بقى عشان انا مستعجل قوي. ماشي. عايز حاجه عمتي انا نازل. يا زوزة مالك بس في ايه؟ أنا عاوزة أتكلم معاك كلمتين يا ميمي. أنا سربت البت موحة والواد رامي معاها عشان تجيب له شوية أرواح ولا بامبوني ولا كلام من ده، عشان أتكلم معاك براحتي. خير في ايه؟ الواد رامي لازم يروح لأمه. ليه؟ يعني قعدته هنا مضايقاكي في حاجة؟ لا بالعكس، الواد مالي علينا البيت وده اللي مخوفني بجد يا ميمي، ده اللي مخوفني. البت موحة بدأت تتعلق بيه طول ما هو قاعد في البيت ده، كتر ما هي هتتعلق بيه أكتر وأكتر. أنا خايفة يا ابني، لعب الواد طول النهار قدامها وشقاوته وطعمته وحلاوته معاها، البت يعني متشحتفة عليه. أول ما هيسيبها ويمشي هتتعب، هتحس بحرمانها من الضنا. ميمة أنا أمي يا ابني، وعارفة اللي بقوله لك ده معناته إيه. بلاش نضغط عليها أكتر من كده، بلاش. ما تخافيش يا عمتي، أنا كمان حاسس بسماح، لأن أنا حاسس زيها بالظبط. وأنا كمان نفسي في عيل، وأنا كمان خايف أتعلق بيه، بس لو هاجي عليها طبعا بلاش منه، بلاش منه خالص. سماح عندي بالدنيا، ما تخافيش. ربنا يخليك يا ابني ويطعمك وما يحرمك ابدا، انت وموحة بنت قلبي. يا رب يا رب اطعمه يا رب وتحرمه يا رب. عقبال عندك يا استاذ. شرفت يا سيدي، شرفت. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا جيجي. الله يبارك فيك يا أمي. مبروك يا روح قلبي. الله يبارك فيك يا شيمي. امال يعني بنتك ما جاتش ليه؟ ولا هي ناويه يعني تبتديها من اولها؟ تعمل ايه وتدبري ايه؟ احنا مالنا عملها دلوقتي؟ على رايك ملناش. مبروك يا شيمي بيه، عقبال البكاري يا رب. ميرسي يا فندم. يا شيمي بيه، احنا مدينا الجوهره، حافظ عليها. انت متواصلين عليها يا عم عرفه، دي فعلا الاثنين. او النعمه يا شيمي بيه، جوهره. وانت لسه عارف دلوقتي انها جوهره؟ طول عمري يا جيجي. مش يلا ياما تقوموا بقى، انت عارفه الشوارع مليانه بلطجيه. طب مش واجب يتعشوا معانا برضه قبل ما يمشوا؟ لا هما كده متعودين يناموا خفاف، ما تخافش عليهم. بالسلامه يا طب يا حبيبتي يلا صباحيه مباركه يا رب. مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. الف مبروك يا شيمي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يلا الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يابا. هات لي قهوه يا فيصل. ماشي يا ميمي. ايوه بس مالك مبوز ليه؟ مش مبوز، انا زي الفل اهو. زي الفل فين يا عم؟ انت بوزك شبرين اهو قدام. جيبه فين؟ معرفش، جيت ما لقيتوش. حلو، يبقى انا شلت البوز ده لوحدي النهارده. ها يا عم ولا هتشيل بوز ولا بتاع، عايز تروح قوم روح.
مالك يا صاحبي؟ هي غالية فين يا يوسف؟ كل ده مسافرة. اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ مش في عيل مرمي عندنا في البيت؟ حصل حاجة؟ يعني حصل حاجة. يوسف الواد بقاله فترة قاعد عندنا في البيت، وشه في وش سماح ليل نهار، كل مدى بتاخد عليه. عايزين بقى نراعي ظروفها وما نجيش عليها، حرام. طب وايه المشكله يا عم؟ ما هو قاعد عندكم بيلعب وانتوا بتلعبوا معاه، هو حد لاقي عيال؟ معلش هبت من اخوك، معلش ما تزعلش مني، ساعات كده انا ببقى زيرو احساس، ما انت عارفني. اتفضل يا راس. تسلم ايدك. ماشي. وبعدين انا هم عليك، انا قلت لك قبل كده ان انت. بقول لك يا يوسف، قلنا مليون مرة جواز مش هتجوز على سماح. ما تفتحش بقى الموضوع ده تاني والنبي. خلاص يا صاحبي، لا تاني ولا تالت، انا بس كنت بفكر فيك انت. لا ما تفكرش فيا، فكر في نفسك. ورينا الاول تعمل ايه في جوازتك. جوازتي؟ البت خلاص ابوها كان بيخلص وهتورث قد كده، فجأة بقدرة قادر قام من المستشفى وبقى بيجري زي الرهوان وصحته احسن منك ومني. والشقة اللي انا كنت حاطط عيني عليها طلعت ايجار مش ملك. اخوك لبس. طبعا، ما طمعان جبنا له بيت فلسنجس كله فيه. والله عندك حق، بس خلاص كده بقى تبقى كفت وكل واحد يروح لحاله. كل واحد يروح لحاله. انت يا جدع في ايه؟ انت الناس مالهاش اي قيمه عندك. ذنبها ايه البت دي تتجوزها وترميها بعد كام يوم؟ مش حرام عليك؟ طب تاخدها نصيحه من اخوك؟ اديني. ربك بيسلط ابدان على ابدان، ولما اعمل الغلط مع حد اعرف كويس ان الحد ده يستاهل، لانه لو ما كانش يستاهل وكان كويس ما كانش ربك سلطني عليه. فهمت؟ فهمت. بس مش يمكن بقى ربنا يسلط عليك حد يا يوسف؟ مش يمكن يا ميمي، ده اكيد. اكيد صح، او سلط عليك. قابل بقى. ازيك يا مدام غالية؟ اتفضلي. ايه يا غالية؟ اتفضلي. زيارتك عزيزة علينا يا نواف، مع ان شغلك مع فريدة الوكيل خدك مننا خالص. الجنرال بيعرف منيح اني دايما في احتياج لمشورته ومساعدته، حتى لو ما صار هذا الشيء بشكل مباشر. اصل في شغل كتير من اللي سعادتك عملتهولي انا كنت بخلصه لنواف، بس هو ظروف شغله ما كانتش بتساعده عشان يظهر كتير يعني. انا عارف يا دهشوري كل شغلانة عملتها كانت ايه ومع مين. واللي جينا لك من شانه يا جنرال خدمة أهم من كل الخدمات اللي صارت، خدمة إلنا كلنا. وأكون عايزني أشاركك، أنت عارف أنا ما بشاركش حد. عملية كبيرة قوي وخطر، فقلنا مفيش غير سعادتك لازم تكون معانا. صفقة آثار، مجموعة ملكية من أهم وأندر المجموعات اللي في العالم. بس المعلومات اللي عندي مو كتيرة، بس المؤكد إنها لو تمت راح تكون أهم وأعظم صفقة من حيث الربح والتميز. المطلوب تمويل مضمون، لأن السوق كله ما فيهوش سيولة ومحدش هيجازف ولا يخاطر وينزل العملية دي. عشان كده قلنا مفيش غير سعادتك عشان تدبرها لنا. فريدة الوكيل تعرف الموضوع ده؟ نو أبدا، ولو عرفت راح توقف. يا سلام. هي فريدة الوكيل بقت مسيطرة على السوق للدرجة دي؟ اوكي، أنا هبلغكم بمصدر التمويل، نسبتي 25%. كتير يا جنرال. خلاص، دوروا بقى على السيولة اللي هتمولكم وأنا تحت أمركم. وجودنا تحت جناح سعادتك بيغنينا عن الدنيا دي كلها. تشيز. لما جيت قلت لي ان انت اللي بلغت كنت هتجنن، كنت حاسه ان انا مش صح. اول مره في حياتي احس بالظلم ده. من مين؟
منك انت يا يوسف، اكتر واحد بحبه في حياتي. كنتش متخيلة ان في حد في الدنيا ممكن يكون بيحب حد ممكن يأذيه بالشكل ده. انا ما كنتش بفكر. خليني اكمل بعد اذنك. حاولت اجيبها يمين وشمال كتير قوي بس ما قدرتش، لحد ما هديت كده وقعدت افكر قلت انا ممكن احط نفسي مكانك. لو انت بتحبني قوي وخايف عليا وشايف ان انا بضيع من ايدك، مش عارف هتعمل ايه. قلت اكيد انت هتعمل هتصرف زي ما انت اتصرفت بالذات، خاصة عشان عارفة ان انا واحدة عصبية مسمعش كلام حد واللي في دماغي في دماغي، حتى لو عاملة غلط ما بعترفش بيه. كل ما حطيت نفسي مكانك اكتر كل ما حسيت انت كنت موجوع قد ايه. انت اكيد كان جواك نار يا يوسف. يوم ما وصلتني من العربية ساعتها انا ما كنتش عارفة انت بتبصلي بصة عاملة ازاي. ما كنتش عارفة دي بصة شمتان فيا ومبسوط ولا بصة حد خايف عليا ولا بصة ايه بالظبط ما كنتش فاهماها. أنا خلاص فهمتها دلوقتي، عرفت إن أنت عملت كده وكنت بتبصلي بالشكل ده علشان أنت خلاص مطمن إن أنت مش هتخاف عليا تاني. انا فعلا كنت عايز اطمن عليك، بدليل ان انا ما جبتش سيرة الموضوع ده لحد ولا عمري فكرت فيه حتى مع نفسي تاني. عارفة يا يوسف، عارفة. أنا متأكدة إن أنت مستحيل تأذيني، إنك مستحيل تكون عملت كل اللي أنت بتعمله ده علشاني وعايز تأذيني. تضحك ليه؟ مبسوط عشان انتي قلتي كل الكلام اللي انا كنت بفكر فيه وما قلتهولكيش. ايوه كده اضحك وطلع الهم اللي جواك. يا بيبي، واي هم. كل واحد له طاقه يا ابني، واللي بيبقى مستحمل حاجه ما بيبقاش عارف امتى هيفيض بيه. ايه انت خلاص فاض بيك ولا ايه؟ والله مش عارف، بس انا خلاص مش عايز اكمل على كده. خلاص اتخنقت، بحط راسي على المخده ببقى خايف اموت محدش يضرب بيا. ايه في ايه؟ بعد الشر عليك، انت هتقلقني عليك ولا ايه؟ ولا انت بتعمل الشويتين دول عشان تسخني وتخوفني وتجوزني بالطريقه وهوبا كده انا بسخن نفسي. هو انت ينفع معاك شويتين ولا ثلاثه؟ خليك كده يا ديبو لما تبقى زيي. زيك ايه؟ انت خلاص الجوزه نحست نافوخك. زيك ايه؟ بقول لك ايه، حضر نفسك عشان خلاص هنروح نطلب ايد العروسه. يا ابن الكلب. مسكت لغايه دلوقتي؟ الف مبروك يا ديبو، الف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. قول لي هلا تبقى مين؟ لا انت ما تاخدش بالك منها خالص. طيب حلوه؟ بنت ناس. تبقى وحش. ايه هو بس ده؟ مش مهم ما دام بنت ناس. قول لي هتروح تتكلموا امتى علشان اجي معاك؟ ما تخافش يا ديبو، اشرفك وارفع راسك قدام اهلها. في يا عم انت تشرف مديريه بحالها. في ايه؟ انا بس في موضوع كده طابع على صدري.
مش عارف اقول لك ايه. حاجه خانقاني. حاجه نفسي اعملها في الاول. ايه دي ناوي على ايه؟ ناوي اصارحها بكل حاجه. نعم يا اخويا، صراحة بكل حاجة، حتى ايام الشقاوة. حتى ايام الشقاوه. انت اتجننت يا ديبو. هبقى مجنون لو ما عملتش كده. انا عايز ابدا حياتي مع امينه على نظافه، اتولد معاها من جديد. مش عايز يبقى في اي حاجه في حياتي تكسفني منها، تحسسني اني صغير. مش عايز. تفتكر يعني هتصدقك لما تقول لها؟ انا عارف امينه كويس ومتاكد انها هتفهمني. يا ديبو اللي فات مات، ما تفضلش بقى تنكش فيه يا ابني. انا يا ديبو عمري ما شفتك فرحان زي الليله دي. ايه يا واد مستكتر على نفسك الفرحه؟ يا اخي افرح اتبسط، ده انت غاوي نكد. مفيش فرحه هتكمل لو بدات بكده. مفيش. يا أستاذة أمينة، يا أستاذة أمينة ما ينفعش كده. مش كل واحد بيزعل من حاجة بتحصل له في الشغل يسيب الدنيا كده ويمشي. معلش يا عم صبري، ساعات بيبقى في كده حاجات ما تنفعش. طيب طمنينا، هتنزلي شغل تاني إن شاء الله؟ دايما. والله يا أستاذة أنت بنت حلال وتستاهلي كل خير. بس يا عم صبري. على فكرة أنا نسيت أدي لحضرتك الظرف ده، جابوهولي الصبح وقلت أديهولك. ولا يهمك، شكرا. أي خدمة تاني يا أستاذة؟ بس يا عم صبري. هيسقط بسرعة. لسه كنا ورا أصل النعال حبيبتي. بكرة تنفذ ومن غير فضاء. وعايزك تستنطق العز معاك. لا عايزين نربي أبوها مش أكتر. ولو أكتر يا باشا إحنا رجالتك. ساعتها يا محمد. ألو. إيه الأخبار؟ إيه الأخبار في الو. سمعت يا أستاذة؟ ده اللي اعتبرتيه بني آدم وخليتيه قبل مامتك. انت اللي كنت بتكلمه، ده صوتك. برافو عليكي، ويا ريت تفضلي مركزة كده على طول عشان ما تضيعيش نفسك. انت مين؟ مش مهم أنا مين، المهم تكوني عرفتي هو مين.